في شارع زحمة في حي عادي كان في شقة شكلها عادي، لكن اللي حصل جواها ما كانش عادي خالص. ناس ماتت في نفس الدقيقة من غير صوت، من غير دم، وبنفس الطريقة الغريبة. ازاي وليه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. البداية في شارع الملك فيصل في الجيزة، وسط الزحمة والعربيات والكلاكسات، في عمارة 6 أدوار ساكن فيها ناس عاديين زيي وزيك، بس الدور السادس في شقة محدش يعرف عنها حاجة، دايما نورها منور لغاية الفجر، والناس اللي بتدخلها ناس غريبة مش من المنطقة، ملامحهم مش مألوفة، ولا حتى حد فيهم بيرد السلام. وفي ليلة في شهر نوفمبر الجو هادي، لكن الجيران لاحظوا ريحة بخور تقيلة قوي طالعة من الشقة، وفي صوت خافت زي تراتيل أو تسابيح. الساعة قربت على 2:30 بالليل، وفجأة النور قطع، بس مش جوه الشقة، النور قطع في العمارة كلها. ضلمة مرعبة. الجيران اتوتروا، بلغوا الشرطة، ولما الشرطة وصلت لقوا الرعب بعينه. كسروا باب الشقة، والمشهد اللي شافوه مستحيل يتنسي. 7 أشخاص رجالة وستات قاعدين على شكل دايرة، لابسين جلاليب بيضة وعلى راسهم شرايط حمراء، كلهم ميتين. بس المريب كلهم ميتين بنفس الوضعية، وعلى رقبتهم علامة حرق صغيرة. بصوا على الحيطة لقوا الساعة واقفة عند 2:17 دقيقة. مفيش أثر ضرب، مفيش سم، مفيش أي مقاومة، والكهرباء سليمة، التكييف شغال، الموبايلات موجودة، كل حاجة عادية جدا. بس في وسط الشقة في كراسة مكتوبة بخط الإيد، فيها جملة بتتكرر أكتر من 30 مرة. الجملة بتقول: الرحيل للمرحلة الأعلى لا يحتاج دماء، فقط صفاء وانتظار الإشارة. مين الناس دي؟ وليه ماتوا بالشكل ده؟ الشرطة عرفت انهم تابعين لجماعة اسمها طريق النور الداخلي، جماعة روحية كانت بتظهر في التسعينيات، ملهاش وجود رسمي، لكن كانت بتتكلم عن الانتقال للعالم الأعلى من غير ألم. المفاجأة، الجماعة دي حصل منها نفس الحكاية في فرنسا وبلجيكا بنفس التفاصيل، حتى لبسهم نفس اللبس، والموت بنفس الطريقة بنفس الشكل. واحدة من الجيران قالت إنها شافت نور أزرق خارج من الشقة، وواحدة تانية قالت إنها شافت راجل غريب نازل من العمارة بعد الحادث، وشه ما كانش باين خالص. بس كل التحقيقات اتحفظت ولا نشرت في الإعلام، ولا حد اتحاكم، ولا حتى القضية اتفتحت تاني. الشقة اتقفلت تماما واتمنع بيعها أو إيجارها لمدة 10 سنين. الجماعة اختفت، والإعلام قال حادثة انتحار جماعي ولا شبهة جنائية. بس السؤال، هل كانت فعلا انتحار جماعي ولا حاجة تانية؟ محدش عارف.